الفيديو اللي فات قلنا مشاعر ووصف مرضى الروماتويد للألم بتاعهم. النهاردة هنتكلم على كلمات المرضى اللي قالوها اللي تدل على انهم وصلوا للتعايش مع المرض، والحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر على المرض علشان كل مريض يروح لاستشاري الروماتيزم بتاعه وياخد علاجه علشان نوصل للجمل دي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. اول مريض كان شاب عنده 30 سنة. كانت الجملة المشهورة عنده بعد ما جالي بعد 3 شهور والحمد لله قدرنا نوصل لنشاط خفيف في المرض: أنا عرفت أهمية حياتي وبدأت أرتب أولوياتي، بدأت أحط الحاجات المهمة الأول وبدأت أرتب وقتي، وده غير كتير قوي من طبعي وخلاني قادر على الإنجاز. المريضة التانية ل4 أطفال، لفت سنة على دكاترة العظام وكانت متشخصة غلط. بعد ما جت عندنا العيادة والحمد لله بعد العلاج ب4 شهور اتحسنت كتير قوي، ووصلنا لحاجة اسمها ريميشن اللي هو خمول المرض. قالت لي حاجة مهمة جدا، قالت لي أنا عرفت إن أنا عندي طاقة إن أنا أقدر أغلب المرض ده، وإن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى خلتني أقدر أهزم المرض ده ورجعتني تاني لصلتي بربنا سبحانه وتعالى اللي كنت نسيتها شوية. عندها 60 سنة جات لي وهي متسندة بعد شهرين من التعب واللف على دكاترة الأعصاب، وأحد دكاترة الأعصاب زمايلنا حولها لدكتور روماتيزم. لما شرفتني اكتشفنا ان عندها روماتويد وبدأنا العلاج، وبعد 3 شهور من العلاج جات لي والحمد لله في تحسن بنسبة 70%، ونشاط المرض كان 7، يعني تحت 10 وصلنا لنشاط مرض قليل. قالت لي حاجة مهمة جدا: حسن الظن بالله يا ابني والأمل في ان انا اتعالج انت اللي رجعته، وده بسبب ان انا انتظمت في العلاج. فعشان كده بنقول وقلنا قبل كده في فيديوهات سابقة: إرادة الشفاء النابعة من المريض مهمة جدا زي الانتظام في العلاج. سيدة عندها 32 سنة، عندها طفلين، قالت لي جملة مش هنساها أبدا. قالت لي المرض ده علمني إن أرتب كل حاجة كنت بعملها قبل كده لسه بعملها، إنما برتب يومي، بخلي الوقت اللي طاقتي فيه كويسة أعمل فيه الحاجات الصعبة، والوقت اللي بحس إن جسمي بيبدأ يهمد وطاقتي فيه بتقل بخلي فيه الحاجات اللي فيها ترفيه. وكده أنا اتعلمت أرتب وقتي. محامي عنده 42 سنة، جالي الحمد لله بعد 6 شهور من العلاج. في أول 3 شهور ما كانش اتحسن، بعد ما عدلنا الخطة العلاجية اتحسن بعد 6 شهور الحمد لله، وصلنا لخمول في المرض بعد ما الاستعانة بالعلاج الموجه. المريض ده قال لي حاجة مهمة جدا، قال لي أنا بقيت أقدر حاجات ما كنتش بقدرها قبل كده، بقيت أقدر قعدتي مع ولادي، بقيت أقدر مراتي أكتر بوقوفها جنبي، بقى وقتي كله منظمه بحيث إن أنا استمتع بكل حاجة مع أسرتي الصغيرة، لأني حسيت في وقت من الأوقات إن ممكن ما أكونش معاهم وأبعد عنهم. زوجة متجوزة بقالها 10 سنين وعندها 4 أولاد، جت تقول لي أنا اتعلمت حاجة مهمة جدا من المرض ده، بالرغم ان احنا لسه ما كناش وصلنا للتحسن اللي انا عايزه، اللي هو معدل نشاط خفيف للمرض، اللي هو ان انا اعبر عن مشاعري واقول ان انا متألمة وان انا مش قادرة، واعرف امتى اقول لا للحاجة اللي ممكن تتعبني. وبكده بقى في تواصل تاني مع زوجي بعد فترة كبيرة جدا من الانقطاع عن التواصل، وحس بيا وانا الحمد لله ماشية في سكة التعافي، وعدلنا بعد كده العلاج وبإذن الله تيجي وهي أحسن. شاب في كلية تجارة عنده 19 سنة، جالي بعد الحمد لله ما اتحسن على العلاج واستخدمنا معاه علاج بيولوجي، وقال لي أنا دلوقتي عرفت قيمة الحاجات. الأول ما كنتش عارف قيمة أمي وكنت ممكن أجادل معاها في أشياء كتيرة جدا. عرفت قيمة الوقت اللي بقضيه معاها، عرفت قيمة الصحاب، عرفت قيمة الدراسة. أنا بدأت حياتي وبدأت أمسك زمام حياتي وبأدير عافيتي دلوقتي. شابة عندها 35 سنة، كان في تاريخ عائلي في العيلة بتاعتها لأمراض روماتيزم كتير زي الذئبة الحمراء ومرض اسمه ساركويد. جت تقول لي بعد الحمد لله ما اتحسنت بعد أول 4 شهور من العلاج، بس لسه برضو ما وصلناش للنشاط الخفيف، تقول لي أنا دلوقتي كنت طول عمري خايفة إن يجيلي التعب وضيعت وقت كتير من عمري وأنا سليمة خايفة من حاجة مش موجودة عندي. دلوقتي بعد ما جالي التعب
وعرفت ان انا اقدر اتأقلم معاه وان انا بتحسن فيه ورحت للدكتور المناسب، انا دلوقتي ما بقتش خايفة من اي حاجة ممكن تحصل لي في المستقبل. حبايبي مرضى الروماتويد، وطبعا مرضى الذئبة ومرضى اي مرض مناعي، عبروا عن مشاعركم، اتكلموا مع الدكتور بتاعكم في احاسيسكم. هنتكلم في الفيديوهات الجاية كمان عن حاجات مهمة لازم تقولوا بيها للدكتور وللأسرة وللأفراد اللي حواليكم. لو انت متجوزة قوليها لجوزك، لو انت مش متجوزة قوليها لوالدك واخواتك او اصحابك. مهم جدا انكم تعبروا عن مشاعركم وتوصفوا اللي انتوا حاسين بيه، لان الصحة النفسية جزء مهم جدا جدا من علاج الروماتويد. ودمتم سالمين.